الأمر الثالث: احرص دائما على عبادات السر. احرص دائما، الشيء الذي لا يراك فيه الناس احرص عليه. أعظم الدعاء حينما تكون ساجدا، فالمرء إذا كان في سجوده لا يعرف الناس ما يدعو به، فكان الدعاء في السجود عظيما من هذا الوجه ومن غيره من الوجوه كذلك. إذا جئت في يوم عرفة وعلى صعيد هذا المشعر وفي المزدلفة، احرص على أن تخلو بنفسك وأن تكون بعيدا عن الناس، تدعو الله عز وجل وتناديه، تبث له ما في نفسك، تسأل الله عز وجل صلاح قلبك وصلاح عملك وصلاح بدنك وذريتك، وتجعل ركابك كلها مرمية بين يديه سبحانه وتعالى، وتقطع علائقك من الدنيا. احرص أن تكون في خفاء، احرص أن يكون في بعد عن نظر الناس إليك، ولو أن يكون في سجود حيث الناس لا ينظرون إليك. فمن سجد فبكى لله عز وجل من بجانبه لا يعلم ببكائه. ويوم عرفة يوم عظيم، هو يوم البكاء، هو يوم التضرع لله عز وجل. حتى إن ابن رجب رحمه الله تعالى كان لما ذكر عن البكاء في يوم عرفة قال: من لم يبكي في يوم عرفة فليلم نفسه. وتمثل بقول الشاعر: فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتبار. هذه الأيام أيها الإخوة أيام القلب فيها مقبل على الله. قد تركت أهلك، قد تركت مالك، قد تركت بنيك، بل قد تركت عملك وتجارتك، لا قصد إلا الله عز وجل. ليس لك مصلحة هنا إلا ما عند الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يخلفها عليك في الدنيا قبل خلفها في الآخرة. جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وفي لفظ فيه زيادة عند أبي داود: ويطيلان في العمر. أما نفي الذنوب فهذا مما لا يشك فيه أي أحد، وسيأتي له حديث مستقل. وأما الأمر الثاني وهو ينفي الفقر، فلأن المرء يؤجر بعكس ما ظن، فكثير من الناس إنما يمنعه عن المتابعة بين الحج والعمرة النفقة، فيوفر في ماله ويجبن به ويبخل ويؤجله سنة بعد سنة. ولكن إن بذله لله عز وجل فإنه في هذه الحالة يخلفه الله عز وجل في الدنيا، وأعظم من ذلك خلف الآخرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والثالثة: يطيل الله عز وجل العمر لمن تابع بين الحج والعمرة وقصد هذا البيت الحرام. لأن المرء قد يقول: إن عندي من الشغل وعندي من الأعمال ما يجعلني منشغلا بها عن قصد بيت الله عز وجل، ثم بعد ذلك يرمي أشغاله في الدنيا ويرجئها لأجل قصد بيت الله عز وجل، امتثالا لأمر الله عز وجل وما نادى به عباده المؤمنين، فيؤجر مع أجر الآخرة بأن يؤجر ببركة الوقت في الدنيا ومده. وكثير من علماء وشراح الحديث بيّنوا أن طول العمر طولا حقيقيا، أن طول العمر طول حقيقي، فإن الله عز وجل له كتابان: كتاب في السماء الدنيا وكتاب في السماء عنده المحفوظ. ففي السماء الدنيا هو الذي يزيد الله عز وجل فيه وينقص، فيكون عمر فلان كذا، فإذا قصد بيت الله عز وجل زيد في عمره كذا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في الكتاب الذي في السماء الدنيا وعنده أم الكتاب. كذا فسره جماعة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمقصود أيها الإخوة أن من الأمور المهمة قضية الرياء، أن الإنسان يراجع قلبه في الرياء، لا يباهي بالنفق. احرص على أن لا تباهي بالنفق. ولذلك كان الحج الشعث الذي يكون بشعث شعر وبرثة ثياب، يرجى فيها المرء رجاء تكفير الذنوب أعظم من غيره، والأحاديث التي فيه ستأتي إن شاء الله في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل. فلا تتكلف. إن جاءك الحج فوجدت نقصا في طعام، وجدت نقصا في مؤنة، وجدت نقصا في مواصلات، وجدت نقصا في أي أمر، أنت إنما قصدت بيت الله، وأنت قصدت ما عند الله. لا يكن قدومك للحج مباهاة للناس أني حججت حج رفاهية. لا يكن قصدك لبيت الله عز وجل ألا تتعب، فإنه
كلما زاد تعبك فإنه مظنة زيادة أجرك بإذن الله عز وجل. وهذا ليس طرديا، بل كلما كان على السنة كان أعظم، والتعب يؤجر عليه كذلك، فالأجر على قدر المشقة من جانب لا مطلق. أنا قصدي من هذا أن الأمر الثالث بعد قضية الرياء أن يحرص المرء على أن لا يباهي في حجه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في حجه، فإذا رأى فجرة نص، وإذا وجد زحاما شد على زمام دابته حتى يكون رأس دابته قريبا من فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وبأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه.